لو معاك 100,000، طبعا ده مش حقيقي، وهفترض كمان ان انت مش محتاجهم دلوقتي، تسيبهم كاش ولا تحطهم في ذهب واصول؟ الطبقه المتوسطه لو فاض معاهم جزء من راتبهم او من دخلهم، لا اما بيخافوا يستثمروه لحسن المبلغ يضيع، او يقول لك يا عم ده مبلغ صغير مش نافع، ده 1000 ولا 2000 هعمل بيه ايه؟ في الاخر بيفضلوا ماسكين الفلوس الكاش اللي قيمتها بتقل كل يوم بسبب التضخم وارتفاع الاسعار. اما بقى المستثمرين والاغنياء لما بيكون عندهم فلوس زياده ما بيسيبوهاش كاش، على طول يجري يحطها في عقارات وذهب واصول تانية كتير عشان يحافظوا على قيمه الفلوس ويكتروا ثروتهم. وبكده هتلاقي ان الفلوس الورق ماليه السوق وماليه جيوب الناس، لكن بقى الذهب والاصول والعملات الجيده اختفوا لانهم متخزنين عند الاغنياء. بص الكلام ده مش جديد، لان الاقتصادي توماس جيرشم قال الكلام ده من 500 سنه، وعملوا قانون كمان وسماه بالانجليزي كده جيرشمز لو، اللي هو بيقول ايه بقى؟ ان العملات الرديئه بتطرد العملات الجيده من السوق. ودلوقتي بقى ربنا يرزقني ويرزقكم بفلوس كتير، بس بامان. لو معاك الفلوس دي هتستثمرها ولا